بيكم فيديو جديد، حلقه جديده من قناه حدوته على الطريق. جاينا لكم حلقه جديده من السلسله اللي بنحكي فيها عن ابرز اللعيبه اللي واضحه في مراكزها في اوروبا في خلال اخر 3 4 سنين زي ما بيقولوا، ومن اكتر اللعيبه اللي بارزه في خط الوسط زي ما عارفين اخر 4 5 سنين ظاهرين بشكل واضح. اي نعم الصيت مش عليهم كتير، وده اللي مخلينا نعمل حلقه النهارده، وهو اللاعب الاسباني نجم مانشستر سيتي وواحد من ابرز لاعبيهم في الفتره رودريجو فرنانديز. وقبل ما نبدا بقى في الموضوع كامل، اشترك في القناه وتفعل الجرس تنبيهات وتدوس على زر اللايك. احنا عارفين ان رودريجو فرنانديز اللاعب الاسباني مواليد 96 اللي مولود في مدريد، وبدا في اكاديميات من اكاديميات اسبانيا اللي هي الاكاديميات اللي بتطلع لك واحد واثنين، وبدا في اكاديميه في اسبانيا في المنطقه اللي هو ساكن فيها. الاكاديميه دي طلعت في الجيل دوت اصلا لاعبين كبار جدا، وهو رودريجو فرنانديز ولوكاس هرنانديز اللاعب الاسباني اخو لوكاس هرنانديز. الاثنين دول اللي طلعوا من الاكاديميه. بس رودريجو هرنانديز طبعا طلع على اتلتيكو مدريد، على رايو فايوكانو، قعد معاهم فتره عشان بعد كده النادي اتلتيكو مدريد يقرر ان هو يتعاقد معاه. وبالفعل نادي اتلتيكو مدريد تعاقد مع رودريجو، قعد معاهم فتره كبيره جدا لحد ما جت سنه 2018. بسبب غريب جدا يقرر نادي اتلتيكو مدريد ان هو يمشي اللاعب يوديه فيا ريال. فطبعا ده كله في مرحله الناشئين، بسبب ان اللاعب قوته الجسديه ضعيفه ومش هيقدر يجاريهم ويعمل الحاجات دي كلها. فاللاعب راح فيا ريال وعمل معاهم مواسم جباره جدا لحد ما يصعدوا له الفرقه بي اللي هي بتبقى تحت الفريق الاول على طول، اللي بيلعبوا ساعات درجه ثانيه وثالثه وكده. واللاعب بالفعل ابدع معاهم وانضم لمنتخب اسبانيا تحت 19 سنه وخد معاهم بطوله اوروبا. واللاعب عمل مستويات جباره، كان واحد من ابرز اللعيبه. علشان الناس تقول لك ده في نص ملعب مدافع او ديفندر زي ما بيقولوا عندنا في مصر طالع ويخلي العالم كله يقدر يتكلم عليه، لحد ما صعد الفريق الاول سنه 2016. واللاعب بالنسبه لنص ملعب مدافع، اللاعب كان من اللعيبه النادره جدا اللي تلاقي مستواه في التمرير عالي لدرجه كبيره جدا. اللاعب عمل دقه تمرير في الوقت دوت عدد 90%، علشان اللاعب يجي الموسم اللي بعده اصلا ويعلي على نفسه في موضوع التمريرات دوت ويلعب عدد مباريات اكتر فوق ال 40 مباراه، ويوصل لحوالي 91 92% برضه دقه التمرير. فتبص تلاقي ان اللاعب موسم عن موسم بيعلي عن الموسم اللي قبله. طبعا اللاعب ولا ليه في السوشيال ميديا ولا ليه في كل الحاجات اللي لعيبه زمايله بتعملها، هو اللاعب مركز في اللي هو بيعمله علشان يقدر يثبت للناس اللي قالت لك ده جسديا ومش جسديا والحاجات دي كلها. لحد ما قعد الموسمين دولت وقرر دييجو سيميوني، طبعا كلنا عارفين طريقته الدفاعيه، فهيكون اللاعب ده محبب بالنسبه له. كلمهم ان هم يرجعوه، اللاعب يرجع يلعب معاهم من اول وجديد، لحد ما فعلا سنه 2018 رجع اتلتيكو مدريد. ورجوع اتلتيكو مدريد تحس ان الموضوع كان فيه مساله شخصيه اصلا بالنسبه للاعب. اللاعب اللي قال لك انا هرجع اتلتيكو مدريد اعوض كل اللي هم قالوه عليا وانا في مرحله الناشئين وفي مرحله الشباب، ويرجع يثبت نفسه مره ثانيه. وبالفعل رجع قعد معاهم موسم، عمل كل اللي سيميوني بيتمناه، واللاعب خد معاهم سوبر اوروبي وعمل معاهم اداءات جباره جدا. لحد ما جوارديولا طبعا زي ما تقول مركزهم شبه بعض وكده، جوارديولا قال لك بس هو ده اللاعب اللي هيعلي من المنظومه بتاعتي كل ما هتعلى موسم عن موسم، هو ده اللاعب اللي هيحاول يبني عليه. طبعا اللاعب من روحته للسيتي هي كانت بالنسبه له الموضوع خلاص. اللاعب راح الدوري الانجليزي عايز يثبت في الفرصه، عايز يثبت ان هو واحد من اهم لعيبه العالم. وبالفعل اصلا في اول موسم ليه مع مانشستر سيتي كان واحد من اهم 3 لعيبه. اللاعب دقه تمريرات عاليه معديه ل 93%، وفي نفس الوقت دقه تدخلات ناجحه عن نسبه عاليه برضه. اللاعب عامل كل حاجه دفاعيا قاطع ميه ونور على فرق الخصم كلها. عشان تيجي تبص الموسم اللي بعده، اللاعب ما بيسكتش لحد هنا، عشان دي من الحاجات اللي فايده رودريجو هرنانديز ببعده عن الضجه والاعلام والسوشيال ميديا. اللاعب مركز في نفسه، قال لك الموسم الاول هو عامل كل حاجه الديفندر بيتطلبها منه. الموسم اللي بعده تبص تلاقي اللعيب حاول يطور من نفسه هجوميا ومهاريا، وبالفعل اثبت ده كله وفاجئ جوارديولا زي ما بيقولوا طور نفسه مهاريا. لكن في الاخر تبص ان هم وصلوا نهائي دوري ابطال اوروبا. الحركه الغريبه ان اللاعب واحد من اهم اللعيبه، تبص تلاقي ان جوارديولا في ماتش نهائي دوري ابطال اوروبا مع مانشستر سيتي وتشيلسي مع رودريجو، في الاخر مانشستر سيتي خسرت البطوله من تشيلسي بجون هافرتز، بسبب برضه كان في مشاكل في نص الملعب عنده، هو مش عارف يلحق نفسه ولا عارف يعوض، لان هو فاقد الجوهره اللي ماسكه له نص الملعب كله. علشان تبص تلاقي ان خلاص الجوارديولا زي عرف ان هو عمل غلطه في الموضوع دوت، خلاص خلى اعتماده الكلي في نص الملعب، سواء بقى دفاعيا او الحاجات اللي هي افتكاكات كوره والكور العاليه ودي كلها، من مسؤوليه رودريجو هرنانديز. اللاعب اللي الموسم اللي بعده جوارديولا اداله حريه شويه زي ما بتقول، بيعوض الغلطه اللي هو عملها الموسم اللي فات بان هو يقعده في نهائي دوري ابطال، لكن ان هو رجع يحرره مره ثانيه ويخليه اللاعب اللي هو استلام وتسلم وتحرك من غير كوره وقطع كوره، ويزيد في الهجوم وركنيات والكرات العاليه والحاجات دي كلها كانت من مسؤوليه اللاعب دوت.
لحد ما خلاص هو اللاعب حرفيا استوى في الموسم، عشان يجي الموسم الرابع اللي هو الاخير دوت، يعني كان اكمل موسم في تاريخ اللاعب رودريجو هرنانديز، اللي عمل كل حاجه يقدر يتخيلها. وطبعا بوجود هالاند فهم عملوا الموسم الاستثنائي، او يعني الدريم تيم زي ما بيقولوا، علشان يقدروا بيفوزوا بالدوري الانجليزي وبالكاس الانجليزي واخدوا دوري ابطال اوروبا والحاجات دي كلها. ويكون هو عامل يعني واحده من اهم، لو ما كانتش هي اصلا اهم لقطه في تاريخ نادي مانشستر سيتي كله، الجون بتاع نهائي دوري ابطال اوروبا ضد انتر ميلان، الجون اللي يكتب اول بطوله او بطوله اوروبيه في تاريخ النادي، علشان بكده يكون جوارديولا مع مانشستر سيتي كلل نجاحاته كلها. عشان يكون في مسيره رودريجو هرنانديز كلها مع الانديه، اللاعب لاعب فوق ال 380 مباراه و 400 مباراه، عشان يكون مسجل اكتر او في حدود 24 هدف، وصانع برضه في نفس النسبه 23 هدف، او يمكن اكتر كمان مع بدايه الموسم الجديد دوت. علشان بكده يكون اللاعب واحد، او يمكن دلوقتي هو من اهم حرفيا 3 لعيبه نص ملعب يمكن يكونوا في العالم كله. الاحصائيه ديت تنتهي حلقتنا النهارده. قبل ما ننهي، ما تشترك في القناه وتفعل جرس التنبيهات وتدوس على زر التليفون في الكومنتات عايزنا نتكلم عن مين الحلقه الجايه.